والله يا احمد عندي 4 حاويات واقفين في المينا كل يوم بيعدوا ارضيات بسبب ان انا عايز دولار. وصل النهارده سوق سودا ب 34 جنيه وعايز 120,000 دولار مش عارف. طب اقفل يا احمد كده واكلمك تاني. اقفل. عندي واحد يخلصه لك على 25. 25 جنيه؟ 25 جنيه. مش يا ابني هتلاقيه نصاب. لا مش نصاب، مضمون. طب معاه 120,000 دولار؟ لا هو الفكره عنده ان هو ما بيطلعش غير مليون دولار اكتر على بعض. مليون دولار؟ هو انا اجيبهم منين دول؟ هو شرطه الوحيد ان انت تطلع مليون على يعني بعض. انت عايز دلوقتي 25 مليون. هو الوقت حاليا لو خدت بالك هتلاقيه في السوق ب 34. ما ب 34 احسبها كده. فارق 9 مليون جنيه. ده احسن من المكسب اللي انا هكسبه بالبضاعه. اخلص لك فيهم. كلمه. والله مصلحة حلوة. مليون دولار، ده فرق الفلوس بس 9 مليون جنيه من 25 جنيه عليا، وهيتباع النهارده ب 34 جنيه. احلها ازاي بقى ديت؟ انا كل اللي معايا حوالي 5 مليون جنيه، عايزين 20 مليون. ايوه لقيت. انا اروح لابو العز اديله 100,000 دولار على 30، يبقى انا كده ضحكت عليه في 5، واجيب لي 5 6 عربيات قسط وابيعهم كاش واحرق سعرهم وباع البرج، يبقى كده جبر. ايوه جبت ال 25 مليون. مليونير بكره هبقى مليونير. مليونير بكره هبقى مليونير. عندي ليك راس مصلحه في الجو. انا معاك يا ريس، اتفضل. دولار ب 30 جنيه. لا 30 جنيه لا، نصب اكيد. يا عم مالكش دعوه، انت 30 جنيه شوف اللي انت عايزه، مالكش دعوه. انت المسؤول قدامي. خلاص عايز قد ايه؟ عايز 50، ولو ب 30 خليهم 100. هجيب لك 100,000 دولار. في شركه تبقى جاهزه بكره الصبح ان شاء الله. بكره الصبح حد ياخدهم منك. بس انت المسؤول قدامي. يا عم مالكش دعوه. ايه انا اللي في الوش. شغل الله يكفيك. يا عم انا اللي في الوش، مالكش دعوه. اجي بكره اخدهم منك، بعدها ب 24 ساعه الفلوس تكون عندك. ممكن احط اكتر من كده لو المبلغ. شوف كلم اصحابك كده وظبط، لو في اي حاجه عرفني. هكلمهم نص ساعه وارد عليك. تمام. احمد احسن تكون الفلوس دي مزوره. بصراحه يا ريس الفلوس دي فلوس اثار وصاحبها مش فارق معانا. يعني امان الامان يا ريس، ما تقلقش، وانا قلت لك ده حاجه مضمونه. ماشي يا احمد لما نشوف. على ضمانتك يا ريس. اصل 25 جنيه ده النهارده ب 34 جنيه ومحدش لاقيه. على ضمانتك يا ريس. يعني انت مال ايدك من الناس دي؟ امين يا ريس. ماشي. يا ريس اجري يا ريس! يا ريس! ده بيضربوا نار. اجري يا ريس! يا ريس اجري يا ريس! هيثبتونا يا ريس! اوعى يفلتوا منك دول، ما يفلتوش. اقف مكانك. اقف مكانك. فلوس يا ريس! فلوس يا ريس! اقف مكانك.
تعالوا اقول لكم على حاجه. عايز اقول لكم ان الناس بتوع الدولار نفسهم اللي بيبيعوا دولار، يا اما دولار مزور يا اما دولار عايز ينصب عليك. بدليل تعالوا مع بعض ونفهم الموضوع كله. الناس اللي بيجي يقول لك انا عندي فلوس اثار واقل من السوق 5 جنيه و10 جنيه وتعالى بس خد مره واحده مليون دولار و100,000 دولار مره واحده، ده اولا عايز ينصب عليك. ثانيا انت عايز تقنعني ان الناس اللي جا فحر وجاب معدات وفحر وطلع الاثار وجاب شيخي ان هو يصرف الجان ويبيع الاثار ويجيب الفلوس، كل ده مش عارف يبيع الدولار في ظل ما الدولار اساسا الناس كلها عايزه دولار؟ طب ليه ما سالتش نفسك في يوم ليه النصابين بيكتروا ساعه لما الدولار الناس تحتاجه؟ لما تلاقي ما فيش دولار خالص تيجي تبص تلاقي الناس دي طلعت يقول لك انا معايا 100,000 دولار على 25 جنيه، معايا 100,000 دولار على 20 جنيه. الموضوع ده كله نصب. بلاش طمع، امشي صح، لان ده انت تتسال عليه قانونيا. ويا رب تكون الحلقه عجبتك. يا بتتفتح منين يا احمد؟ يلا يا جماعه كل واحد ياخد 20,000 وايه بعد ايه ده؟ هات شويه هات شويه ايه ده؟ فلوسي